السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. الفيديو ديال اليوم ما غاديش يكون في الكوزينة، ما غاديش يكون في الطياب، فيديو باش نخرجكم من الروتين اللي عودتكم عليه. ان شاء الله شادين الطريق في الصباح، تقريبا كانت 8 ديال الصباح، غاديين للبادية يعني العروبية ديال الزوج ديالي، وما قلنا لهم حتى شي حاجة، يعني مفاجأة. قراب لينا ماشي بزاف في لوطوروط، وهذاك الشيء باش قلنا غادي نمشيو هذا الحد. فقنا بكري يعني صلينا الفجر وقلنا غادي نشدوا الطريق ان شاء الله باش نمشيو لعندهم. كتشوفوا باللي باقي يعني الخضوره ما كتبانش الطبيعه مزيان لان كاين الندى وكانت الضبابه بالليل. مهم الطريق هنا قربنا نوصلوا. كنتمنى ان شاء الله هذا الفلوق يعجبكم. الناس اللي ما خرجوش في هذا الوقت ديال الربيع الله يحسن العوان. بالنسبه للناس اللي ما مشاوش للباديه وما شافوش هذه الاجواء كنحاول نشاركهم معاكم. راه المنظر زوين والطبيعه زوينه بزاف، وماشي بالضروره انكم تمشيو حتى للباديه، لانكم تقدروا غير في الضواحي ديال المدينه اللي كتكونوا فيها ضروري ما كتكون هكذا الطبيعه. يعني حاولوا تستغلوا الفرصه وتستغلوا الوقت وتبدلوا الجو نتوما وليداتكم، لان هاد الاجواء راه كترد الروح. كتفاجئها على بنادم خاصه مع هاد الظروف ديال الفيروس وهذا الوقت اللي حنا فيها دابا. المهم حنا شدينا الطريق وما قلناش لهم حنا جايين، نديروها لهم مفاجاه لحقاش توحشناهم بزاف. تقريبا من العيد ما مشيناش، وكنتمنى ان شاء الله نلقاوهم بخير وعلى خير. واخيرا والحمد لله شمينا ريحه البليده. قربنا الحمد لله نوصلوا، وهاد الطريق راه قريبه للدار وكتحمقني هاد الطريق. انا شخصيا كتحمقني المنظر ديالها واعر ما شاء الله. وكيف كتشوفوا راه مازال القدام غادا بنفس الطريقه، الشجر من اليمين ومن اليسار وكتبقى غادي في الوسط ديالو، فمنظر طوب. انا دائما كنطلب الزوج ديالي نقول ليه نهبط نتصور هنا، وهاد المره اصريت باش انني نوقف ونتصور لانها فرصه يمكن ما تتعوضش. فوقفنا هنا واحد شويه غير تصورت وكملنا الطريق. وملي غنكملوا الطريق غنطلعوا واحد الطلعه اللي اون فاس مع الدار، فغادي نهبط على رجليا ونكمل لاني كنت محتاجه نتمشى. وفعلا غير دخلنا فطرنا وغادي نبقى نخرج، ما غنبقاش ندخل. المهم غنبقى نخرج مره مره ونصور لكم ان شاء الله الاجواء. معايا الجو خطير، حطينا الطوموبيل هنا باش نتمشاو. قربنا حدا الدار، الدار هي الفوق. يلا تبعنا. المهم احنا غادي نكملوا على رجلينا. صراحه راه السفل راه ما بقاش، ما نكذبش عليكم، السفل ما بقاش لحقاش اكثر ايام اللي كتكونوا يعني العيالات جالسين في الدار ما كيخرجوش بزاف، غير الروتين ديال الدار اولا كتخرجي ما كتمشيش واحد المسافه طويله، يعني ما كديريش المشي، ما كتمارسيش المشي اولا الجري، راه عولي على راسك السفل غادي يمشي. فانا هاد الطريق ما بعيداش بزاف وبقيت كنهج بيد ما وصلت، يعني كنهج نيت بصح. فنصيحه تمشاو، اللي عنده شي يعني شي بلاصه اللي يقدر يتمشى فيها يخرج ويتمشى، واللي ما عندوش بحالي يحاول يبدل الجو في بلاصه بعيده. المهم حنا قربنا، الدار كتبان من هنا. المهم دخلنا فطرنا وخرجت. شوفوا معايا الجو كيف داير ما شاء الله. المهم خلينا الدار لهيه وغادي نهبطوا حتى لتحت. كنقلبوا على الخبيزه وما عرفتش فين كاينه. بقوله. المهم غنهبطوا حتى لتحت ونشوفوا. وهذاك الحيط اللي تيبان لكم تما هذاك هو ديال لوطوروط، الطريق اللي كنجيو منها. المهم لوطوروط قريبه ليهم.
وغنمشيو حتى لتحت الى لقينا الخبيزه. كنقولها حنا الخبيزه، كتجي زوينه وقتها دابا. حبيت نشارك معكم هاد الاجواء، الناس اللي مازال ما خرجوش لهاد الخضوره وهاد الطبيعه. يعني ماشي بالضروره تمشيو حتى الباديه، كيكونوا يعني غير الضواحي ديال كازا، يعني الدار البيضاء، وكتلقاو الخضوره والطبيعه. حنا وصلنا حتى لتحت، ولكن يعني هاد البلاصه كامله ما لقيناش فيها البقوله ولا الخبيزه. لان كنقلب عليها صراحه، بغيت نديها نقيه من هنا، كتكون نقيه. كاينه نايضه حدا الكوري والبلايص اللي دايرين به، بلايص اللي كيكون فيهم نيت هاد البقر وهادشي، وما بغيناش ناخذوها من تما. ولكن كاينه واحد البلاصه واخا شويه بعيده على الدار، غادي نمشيو ليها باش ناخذوها. وجبتكم معايا لبلاصه اخرى اللي لقينا فيها البقوله ما شاء الله موجوده هنا. هاد البلاصه كاينه لتحت، كتخليو الدار الفوق وكنهبطوا لتحت، يعني كاين داك الشانطي اللي دزنا منه باش نطلعوا للدار، وجينا هنا لقيناها موجوده ما شاء الله ونقيه، غادي ناخذوها. واخيرا لقينا البقوله ولا الخبيزه تبارك الله موجوده هنا في هاد الاراضي هنايا، وخديناها وحطيتها حدا الطوموبيل ورجعنا جلسنا في هاد البلاصه. الحمد لله داز نهار زوين بزاف وما سخيناش بالاجواء، يعني نهار ما كافيش، ولكن والله ما هكذا ولا والو. كنشكركم كاملين على المتابعه ديالكم، والسلام عليكم.